نهاركم سعادة وهنا وسرور. يلا نبدأ بنسمي الله ونصلي على الرسول ونعرف هنعمل ايه مع بعض النهاردة انا هعمل لكم لحم بعجين او السفيحة السوري زي ما معظمنا عارفينها. هنعملها بمقادير اقتصادية وموفرة وان شاء الله تعجبكم وتقومي تعمليها. المقادير معايا سهلة وبسيطة. معايا بقدونس مقطعاه ولحمة مفرومة وفلفل رومي وحراق، ومعايا بصل وطماطم وتوابلك حطيها، ما تتأيديش باللي انا بقولك عليه. اللي عندك من التوابل حطيها. انا جبت الكبة خلاص وقطعت الطماطم وعلى طول هنضيفها في الكبة، وهنجيب برضو البصل هنقطعه قطع عشوائية كده، مش هنتأيد بتقطيع معينة. كل ده هيتفرم في الكبة. والفلفل طبعا ده قرن فلفل حراق تقدري تستغني عنه، بس بجد هيفرق في الطعم. ومعايا الفلفل الرومي كل ده احنا حطيناه. هنحط طبعا الخضرة وهنروح نفرم كل ده في الكبة وهنكمل مع بعض. طبعا التوابل بابريكا وفلفل اسود وكمون وقرفة وملح، كل ده هاخده على الكبة وهنفرمه ونكمل مع بعض ان شاء الله. كل ده خلاص انا هفرمه في الكبة. خلاص كده الخضار بقى اتفرم معايا وبقى جاهز. هنحط عليه على طول اللحمة المفرومة وهفرمه كمان مرة مع بعض. خلاص كده الحشوة بقت جاهزة وجميلة، ومش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي في المطبخ، جميلة جدا. انا دلوقتي هغطيها واحطها في التلاجة تتشمع شوية لغاية لما نعجن مع بعض العجين اللي هنحشي اللي هنستخدم فيه الحشوة دي، ونكمل مع بعض ان شاء الله. هنعمل العجينة اللي هنستخدمها مع بعض. معايا هنا 3 كوبايات دقيق عليهم معلقة سكر وشوية ملح، ومعايا هنا كده هحط كده من الازازة على طول بما يعادل 3 معالق زيت او ربع كوباية زيت. وطبعا هقلب كله مع بعضه لغاية لما الدقيق يبقى تحت ايديا كده زي حبيبات الرمل، يشرب الزيت كله. وبعد كده هيكون معايا الخميرة هضيفها وهنعجن مع بعض بكوباية مية دافية. هنحطها جزء جزء لغاية لما العجينة تتلم في ايدينا. خلاص كده الدقيق اتشرب كله بالزيت وبقى معايا زي حبات الرمل اهو تحت ايديا اهو. خلطنا طبعا السكر والملح. معايا هنا انا ما عنديش خميره فوريه، بس عندي خميره بيره حطيتها بشويه سكر وميه دافيه، وهنزل بيها على الخليط على طول وهقلب كويس اهو كده. وبعد كده هنزل بيه كوبايه الميه الدافيه جزء جزء زي ما انا قلت لكم. ولما اخلص عجن هقول لكم استخدمت الكوبايه كلها ولا جزء منها ولا خدت زياده. كل طبعا على حسب الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق. نعجن. الميه لازم طبعا تكون دافيه، لا سخنه قوي ولا بارده قوي، دافيه دوبك كده اهو. نلم مع بعض اهو. عصر شويه كمان جزء جزء. انا هكمل عجن العجينه
وهنشوف مع بعض هيبقى شكلها ازاي وملمسها ازاي معانا. خلاص العجينة عجنتها وبقت ما شاء الله جاهزة وجميلة معايا. انا ما استخدمتش كوباية المية كلها، استخدمت اقل من 3/4 الكوباية. وطبعا انا هسيبها دلوقتي، هغطيها واسيبها تخمر، ولما تخمر هنكمل مع بعض ان شاء الله. خلاص العجينة خمرت معايا، وهبدأ اقطعها على قد الرغيف اللي احنا هنعمله. شايفين العجينة ما شاء الله خمرانة وجميلة اهي. لمها كلها لتحت كده اهي. هكمل باقي العجينة مع بعض، وبعدين هنفرد جميع المقادير، سوري جميع العجينة. خلاص قرصت كل مقدار العجين وبقى جاهز ان احنا نفرده، ونفرد عليه اللحم اللي احنا عملناه. انا خلاص فردت العجينة بالفرادة، ومعايا هنا اللحمة جبتها من التلاجة، وهبتدي نفرد مقدار اللحمة على العجين. بعد كده طبعا هناخده على الطاسة وهنسويه. خلاص فردت اللحم على العجين وحطيته في الطاسة بعد ما سخنت، ووطيت عليها وهنغطيها علشان طبعا اللحمة تستوي، وهنكمل مع بعض ان شاء الله. ممكن طريقة تانية تفردي بيها اللحمة على العجين، عشان ممكن تفرديها وتيجي تنقليها يتلخبط منك. فهنا كده حطينا العجينة في الطاسة ونفرد اللحمة عليها وهي على النار. دي طريقة اسهل من ان انت تفرديها وتحطي عليها اللحمة، ممكن هتتلخبط منك وانت بتيجي تنقليها للطاسة. فاحسن ان انت تحطي العجين في الطاسة وبعد ما تفرديه، وبعد كده تفردي اللحمة عليها. تمام، هنغطيها. وادي الشكل النهائي لاكلتنا النهارده. ما شاء الله، يعني اللحم بعجينه او السفيحه زي ما انتوا عايزين قولوا اهي. يعني ما شاء الله اهي. بقدمها طبعا هنا مع صوص الرانش والكاتشب والبطاطس المقرمشه. يامي. البطاطس برضو تحفه، انا عملتها وهنزلها فيديو لوحده على القناه. جميله. في الاخر يا ريت تعملوا لي لايك وتكتبوا لي في التعليقات بتابعوني من اي بلد. بحبكم في الله.